في زمن تكاثرت فيه الأصوات وقل فيه الوزن، صار بعض الناس يظنون أن السب بطولة، وأن الشتم موقف، وأن الطعن في الرموز شجاعة، فاختلطت الحرية بالفوضى، والنقد بالفسوق، والغيرة على الوطن بإهانة التاريخ. لكن الحقيقة الثابتة أن الأمم لا تبنى باللعن ولا تحفظ بالسب، وأن من يعتدي على الشهداء أو الأمهات أو الشعوب إنما يعتدي على نفسه قبل غيره. الشهداء في الجزائر ليسوا مجرد أسماء منقوشة على حجر، بل هم روح هذا الوطن، وهم الذين صنعوا الحياة التي نعيشها اليوم بدمائهم. ومن يسيء إليهم يسيء إلى الجزائر كلها، ومن يطعن فيهم يفتح باب الفتنة التي لا تميز بين بيت وبيت. ومن الناحية الدينية فإن الإسلام حسم الأمر، فلا يجوز سب المسلم، فكيف بسب شهيد؟ وقد قال الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق. فكيف إذا كان هذا المسلم قد لقي الله مضحيا بنفسه دفاعا عن أرضه ودينه؟ وحين نذكر شهداء الجزائر فإننا نذكر الأمير عبد القادر الجزائري، الذي لم يكن مجاهدا فقط، بل رجل دولة وأخلاق وحكمة. ونذكر الشيخ عبد الحميد بن باديس الذي حفظ هوية الأمة. ونذكر العربي بن مهيدي الذي واجه التعذيب بثبات أسطوري. ومصطفى بن بولعيد أسد الأوراس، وديدوش مراد، وزيغود يوسف، وعميروش والسيل حواس، وكريم بالقاسم، ورابح بطاط، وغيرهم، آلاف الأسماء التي صنعت ملحمة التحرير. لكن التاريخ الصادق لا يجزأ ولا يحبس داخل الحدود، لأن ثورة الجزائر لم تكن شأنا جزائريا فقط، بل كانت قضية مغاربية وعربية وإنسانية. وكان للمغرب دور واضح ومشرف في دعم الثورة الجزائرية بالرجال والسلاح والملجأ والتدريب. من المغرب أيضا خرج رجال نذروا أنفسهم لقضية الجزائر قبل أن تكون لهم دولة مستقلة كاملة، ومنهم علال الفاسي الذي دافع سياسيا وفكريا عن القضية الجزائرية في المحافل الدولية وجعلها قضية الأمة كلها. ومنهم محمد بن عبد الكريم الخطابي قائد ثورة الريف الذي كان ملهما لكل حركات التحرر في المغرب العربي، وتأثر به قادة الثورة الجزائرية في حرب العصابات والتنظيم. ومن المغرب أيضا الفقيه البصري الذي دعم التنسيق بين حركات التحرر وفتح قنوات الدعم. ومنهم عبد الرحمن اليوسفي الذي كان من الأصوات الداعمة للثورة الجزائرية في الخارج. ومنهم مجاهدون مغاربة شاركوا فعليا في القتال والتدريب والإمداد على الحدود الشرقية والغربية دون أن يبحثوا عن شهرة أو مقابل. فإذا كان هذا هو التاريخ، وإذا كانت الدماء قد اختلطت على أرض واحدة ومن أجل كرامة واحدة، وإذا كان الشهداء قد سقطوا دون أن يسألوا عن جنسية ولا راية ضيقة، فكيف تفرقهم اليوم الفتنة أو تمزقهم السياسة؟ وكيف تمحى بقرارات عابرة وخصومات ظرفية أخوة كتبت بالدم لا بالحبر؟ إن من يعجز عن فهم هذا المعنى لن تصنعه الشعارات ولن تنقذه الصراعات، لأن ما جمعته التضحيات لا تفرقه الألسنة، وما وحدته الدماء لا تفككه السياسات المتقلبة. ويبقى التاريخ شاهدا أن الشعوب إذا اتحدت انتصرت، وإذا انساقت خلف الفتنة خسرت نفسها قبل أن تخسر غيرها. والفتنة حين تضرب بين الشعوب الشقيقة لا تخدم إلا أعداءها، لأن الاستعمار حين خرج عسكريا ترك خلفه أخطر سلاح، وهو الكراهية المتبادلة. وإذا نجح في تفريق الأشقاء فقد انتصر دون جندي واحد. الدين يدعون إلى ضبط اللسان قبل رفع الشعارات، ويعلمون أن الكلمة أمانة وأن الحساب عليها عسير. قال الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فلا يجوز لمسلم أن يجعل لسانه أداة فتنة ولا قلمه سكينا في ظهر التاريخ. الاختلاف السياسي لا يبرر الفسوق، والنقد لا يبرر الشتم، والدفاع عن الوطن لا يكون بإهانة الجيران،
بل برفع القيم وبناء القوة وحفظ الذاكرة المشتركة. يا أيها الذين تجرؤون على شتم الشهداء ونسائهم وأمهات المغرب ورجالها، اسمعوا جيدا، فأنتم أمام مرآة خزيكم، وأنكم تبدون أقصر من أصغر أنملة في تاريخ المجاهدين. تظنون أن الكلمات القذرة تغطي دماء سالت على الأرض دفاعا عن الكرامة، وأن السب يساوي موقفا أو قوة، وأن الطعن في الأمهات والنساء رجولة أو شجاعة. فكل ذلك وهم كبير، وستكشفه الحقيقة مهما حاولتم إخفاءه. من يسخر من الشهداء أو يطعن في نسائهم لا يقل عن الجبان الذي يفر من المعركة ويختبئ خلف الحروف. ومن يسيء إلى أمهات المغرب الشريفات لا يعرف معنى العفة ولا معنى التضحية ولا معنى الرجولة. ومن يطعن في رجالهم أو نسائهم إنما يعلن جهله بالعلاقات التاريخية التي اختلطت فيها الدماء المغربية بالجزائرية، واختلطت التضحية بالتضحيات. هؤلاء مجرد صدى فارغ في وجه التاريخ، وكلماتهم بلا وزن، وأقلامهم بلا قيمة. وكم هي مؤلمة الحقيقة لكم أن كل دم سفك في الجزائر والمغرب هو شاهد حي على أن الشرف والكرامة أكبر من أصواتكم الفارغة، وأن الرجولة الحقيقية ليست في الشتائم ولا في السب، بل في التضحية والحفاظ على عرض الآخرين وحماية الكرامة كما فعل الشهداء قبلكم. فعودوا إلى رشدكم قبل أن يطولكم الذل أكثر، واعلموا أن التاريخ لن يرحم من نسي قيمته أو تحدى دماء الشرفاء، وأن من يحاول الطعن في هذا التاريخ سيبقى صغيرا مهما على صوته، خاسرا مهما اعتقد أنه انتصر، مذلولا أمام كل من عرف معنى الجهاد والمعركة والشرف. وأنا مؤمن إلى هذه اللحظة وسأبقى أن بين الجزائر والمغرب رباطا أعمق من السياسة وأقوى من الخرائط، رباطا صنع في الأرحام الطاهرة قبل أن يكتب في الاتفاقيات، وأنه متى أوذي أحد البلدين خرجت رجال من رحم الكرامة لا يسألون عن إذن ولا ينتظرون قرارا، رجال تخترق الحدود بقلوبها قبل أقدامها ولو بلا سلاح، لأن من تربى على الشرف لا يحتاج إلى بندقية ليقف مع أخيه، يكفيه أن يحمل موقفا صادقا وضميرا حيا. هذا ما يعجز عن فهمه دعاة الفتنة، لأنهم لم يولدوا من أرحام الطهر بل من حسابات ضيقة، ولم يعرفوا معنى الأخوة لأنهم باعوا الأوطان قبل أن يتعلموا حبها. فالفتنة لا يصنعها إلا من اعتاد المقايضة على الكرامة، ولا ينفخ فيها إلا من وجد في الانقسام تجارة مربحة. أولئك هم أنفسهم الذين يبدلون المواقف كما تبدل العملات، ويبيعون الذاكرة كما تباع السلع. لكنهم ينسون أن الشعوب التي اختلطت دماؤها لا تشترى ولا تفرق، وأن من خان الوطن مرة سيخونه 1000 مرة، بينما من خرج من رحم طاهر لا يعرف إلا طريق النصرة والوفاء ولو كلفه ذلك كل شيء. وإلى هنا نصل إلى ختام هذا المقطع الطيب الذي أسميته حين تلتقي الدمعات الصادقة. وأكرر قولي: فبشرى لكم يا من تحليتم ببعض من خصال أشرف الخلق، ولم تدخل في قلوبكم الفتنة، فأنتم محبوبون عند الله تعالى. وحياكم الله في قناة الأسد الحديدي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.